بسم الله. اهلا وسهلا بحضراتكم، والفيديو رقم 3 في سلسلة فيديوهات ازاي هنأسس انجليش صح من البداية. وعشان اللي لسه اول مرة يشوفنا، قلنا ان احنا في السلسلة دي هنشرح ازاي انا كمعلمة تأسيس ابدأ مع الطفل بتاعي او كمامي. تمام، ابدأ مع الطفل بتاعي من البداية خالص من زيرو انجليش تأسيس بطريقة صحيحة. اتكلمنا طبعا عن مرحلة الليدرز وتخطينا المرحلة دي، لان زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده، يا ريت اللي ما شافهاش يرجع لها. انها سهله ومتداوله وهنلاقي فيها كتير، ناس كتير عارفاها وملمه بيها. تمام كده. المهم بقى بنبدا دلوقتي او موضوعنا المرحله اللي بعد كده، بعد ما خلصنا الليترز او دي الفابيت، وخلصنا النيمز بتاعتها والساوندز بتاعتها وطريقه الكتابه بتاعتها الصحيحه، الدايركشن بتاعت الليترز كلها. ودلوقتي دخلنا ليفل 2، وهنبدا نعمل ايه بعد كده. وقلنا اننا عندنا 3 حاجات اساسيين هنقدمهم للطفل في المرحله الثانيه دي اللي هي ليفل 2. ايه هما ال3 حاجات دول؟ هنبدا ناسسه جرامر من البدايه خالص. تمام كده. وهنبدا كمان نكمل تاسيس فونكس. بعد ما خلصنا الساوندز بتاعت الليترز، هنبدا نشوف ايه الستيب اللي بعد كده في الفونكس، وازاي ناسس صح فونكس من البدايه بمنهج اوكسفورد زي ما قلنا. تمام. والحاجة التالتة اللي اتكلمنا عنها هي الفوكاب او المفردات والمصطلحات. تمام كده، اللي هنقدمها للطفل بتاعنا هتكون ازاي ونمشي بيها بأني طريقة. واللي هنعتبر بالظبط اننا دلوقتي خلاص قاعدين مع الطفل بتاعنا، وانتي ماشيه معانا ستيب ستيب كده، خطوه خطوه، فاتحه الكشكول بتاعك. تمام. وماشيه بالظبط كاني قاعده معاكي بشتغل مع الطفل. قلنا ان دي تعتبر السيشن الاولى. تمام. بدايه الخطوات كانت الفيديو اللي فات، وقلنا ازاي دخلنا وايه الدخله الصح وايه ابسط الرول اللي بدانا بيها عشان نقدمها له في الجرامر. تمام. وكمان كنا بنتكلم عن الفونكس، ما كملناش كلامنا بقى لان الفيديو كان طويل. ودلوقتي هنبدأ نكمل كلامنا عند ما توقفنا. كنا بنقول دلوقتي اننا هنقدم له الساوندز بتاعه الفاولز. تمام كده، علشان نبدأ نأهله للمرحلة اللي بعد كده. وقلنا الطريقه دي كانت لفته بسيطه كده عشان خاطر نسهل على الطفل بتاعنا او نوضح له الساوندز بتاعت الفاولز اللي هي الاي اي اي او يو. تمام. اننا عملنا ميكس كده ما بين كونسونانت وفاول، اي ليتر. تمام. وحطيناه وبدانا ايه طبعا يكون ينفع او الصوت بتاعه صح، واديناها له بالطريقتين دول. وقلنا ليه الطريقه دي هي الاصح، وهنتكلم عن ده في الفيديو بتاع النهارده. ويلا بينا نبدا بقى نشتغل. هنقول بقى احنا دلوقتي هنبدا مع الطفل بتاعنا بعد ما قدمنا له او عرفناه على النيم والساوند بتاعه الفاولز طريقه صحيحه وبالترتيب زي ما قلنا الاي اي اي او يو ا اي اي او ا. تمام كده. الستيب اللي بعد كده بقى ان انا ابدا اتناول بقى فاول فاول كده بالترتيب. هنبدا طبعا بشورت اي، ونبدا نشرح له الشورت فاول علشان بقى نبقى واضحين مع بعض احنا، او نبقى الكلام بتاعنا منظم ومرتب. هنبدأ نقول ازاي انت حضرتك في البداية لازم يكون عندك فكرة الاول، بعدين نتكلم هتوصلي ده ازاي للطفل بتاعك. مبدئيا عشان يكون عندك فكرة لازم تعرفي ان الفاول ده طبعا لمامي او للمس، ان الفاول دي هي اللي بتعرفنا طريقة السبيلنج بتاعة الانجليش، بتقوم بمقام او بتعمل نفس عمل الحركات عندنا في العربي بالظبط، وعندها اصوات طويلة واصوات قصيرة. زي بالظبط بقى عندنا الفتح والكسر والضم. تمام، اصوات قصيره. والامتداد بتاعها اللي هي المدود، الماده الف والياء والواو، اصوات طويله. نفس الفكره بالظبط في الايه ان انجلش. الفاولز دي بتكون عندها اكتر من ساوند، وهي دي اللي اصلا بتحرك الحروف الكونسونانت وبتخلينا نبدا نقرا. يعني بدون الفاولز احنا مش هنعرف نقرا. خلاص كده. يعني لو مفيش فاول في الكلمة في الورد كلها مش هتكون كلمة، هتكون عبارة عن بس ايه، كونسونانت، حروف مجرد اختصارات او حروف جنب بعضها مستحيل نقدر نقراها. تمام. لان الفاول هي المسؤولة عن اي 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 او يو ا ايه ايه. تمام. كل الحركات موجودة فيهم. يبقى الفكرة ببساطة هم دول القواعد بتاعة القراءة والكتابة in English. تمام كده. طيب دلوقتي عندهم زي ما قلنا أصوات كتير. عندهم short vowel اللي هو صوت قصير، وعندهم long vowel. الموضوع طبعا بقى بيختلف شوية عن العربي. نتكلم بقى فين في الفاولز. عندهم الشورت فاول اللي هو بيسمعنا الفاول اللي هم الفايف فاولز دول، بيسمعونا في ايه صوتهم، الساوند بتاعهم بيعتبر ده الشورت. الساوند اللي هو الصوت اللي هو ايه ايه ده الايه الشورت فاول. خليني اوضح لك ده هنا كده. تمام. بصي هنا كده مع بعض.
الفاولز عندي عندهم صوتين شورت ولونج، قصير وطويل. امتى بيكون شورت وامتى بيكون لونج؟ عشان لو انا ما عنديش اي خلفيه. تمام. بيكون شورت او ايه هو الشورت واللونج الاول؟ قلنا الشورت في الاول هو الايه؟ الساوند بتاع الليتر. طب ايه اللونج؟ اللونج بقى بيبدا الفاول اللي عندي في الفايف فاولز دول كل واحد فيهم بيسمعني النيم بتاعه، اسمها ايه، هو ده اللونج بتاعها، ده اللونج فاول. الصوت في اللونج بيكون ايه، اسمها اي، ده اللونج فاول. اسمها اي او يو، ده اللونج فاول. يبقى في الشورت الفاول بتاعي بيعمل ايه؟ بيسمعني الساوند بتاعه، صوته. في اللونج بيسمعني النيم بتاعه، اسمه. تمام كده. طيب انا هعرف ازاي شورت واللونج؟ انا لسه ما عنديش اي خلفيه. هنعرف ازاي لما نشوف الورد بتاعتنا او السيلابل، المقطع اللي في الكلمه، اذا كان الساوند هنا شورت او لونج. هنعرف لو لقينا عندنا one vowel في الكلمة، one vowel، بصي فاول واحد بس، أو في السيلابل في مقطع كده في كلمة طويلة في one vowel، يبقى هنا الساوند عندي إيه؟ الصوت عندي short. short يعني هيسمعني صوته، يعني صوتها تمام كده. لكن لو لقيت عندي two vowels ماشيين مع بعض كده together في الكلمة زي كده، عندي two vowels A وراها I. تمام. لا هنا بقى long، اول ما الاقي two vowels ده معناه ايه في الكلمه بتاعتي في السيلابل في المقطع زي ما قلنا؟ يبقى ده بيعني ان هنا الصوت هنا ايه؟ long vowel، صوت طويل. يبقى الايه هنا طبعا اللونج او الصوت بيكون بتاع مين؟ بتاع ايه؟ the first vowel، اول vowel هو ده صاحب الصوت. التاني ده بيكون ماشي معاه بس، صاحبه بقى سنيد بيساعده، ملوش اي مثلا صوت ولا اي حركه ولا اي حاجه. الصوت هنا بيكون مين؟ بتاع one الاولاني، the first vowel، الفاول الاول اللي جاي معانا، الصوت هو ده صاحب الصوت. واللي جاي بيقول له ايه؟ لا ما بيتكلمش خالص، هو بس بيكون واقف معاه. تمام. فانا شفت التو فاولز في المقطع بتاعي بالطريقه دي او بالطريقه التانية هقدمها دلوقتي. تمام. اللي هي دي، نبصي هنا تحت شويه، بصي هنا كده برضو عندي تو فاول، اي وبعدين كونسونانت وبعدين ماجيك اي، الاي السحريه. تمام. او ايه سايلنت اي، بنسميه سايلنت او ماجيك اي بالطريقه دي برضو. فانا عندي هنا في الكلمه بتاعتي ايه؟ تو فاولز. تمام اهو. طيب يبقى هنا لونج ولا شورت؟ لا لونج، لما قلنا تو فاولز يبقى لونج فاول. تمام. صوت طويل. طيب الصوت هنا بتاع مين بقى؟ بتاع الاي ولا الاي؟ لا طبعا بتاع الاي، ذا فيرست فاول هو ده بس اللي بيتكلم، ده اللي بيقول لنا الصوت بتاعه، انما التاني ملوش اي صوت. اتفقنا كده؟ طيب تعالي كده مع بعض نوضح اكتر الكلام ده بالامثله. هنبصي هنا كده هلاقي عندي ايه؟ عندي هنا one vowel، يبقى ده short vowel، واتفقنا في الشورت بيسمعنا ايه؟ الساوند بتاعه اللي هو صوته. يبقى ايه؟ هنقرأ صح او نعمل سبيلنج صح. عشان انا اتعلم واعلم صح لازم اكون عارفة ان الحكاية كلها عند الفاول، فعشان كده لازم تبدأي من الفاول. عشان كده قلتلك الطريقة التانية اللي قدمناها هي الاصح، ان انا ابدأ بالفاول وبعديه الكونسونانت. لو كنت بعمل سبيلنج للطفل بتاعي ده اسهل بكتير وافضل واصح. هقولك ليه. بصي هنا معايا، لما نبدأ هنا كده من عند الايه؟ المع او من عند الان. تعالي كده شوفي الفرق وانت هتعرفي بنفسك وهتقولي ليه. تعالي الاول نتعرف على الكلمة دي ونقول عندي هنا ان. طب نحط دلوقتي الكونسنت بتاعنا ان مان، يبقى الكلمة هنا مان عشان شورت فاول بتقول لنا تعالي نبص هنا كده تقريبا نفس الحروف بس عندي تو فاولز، يبقى هنا ايه؟ لونج فاول. طيب تعالي بقى كده نعمل السبيلنج بتاعنا من اول الفاول ومره نعمله من اول الكونسونانت الام ونشوف ايه الفرق. دلوقتي بقى في اللونج هيقول لنا ايه؟ ولا ايه؟ لا في اللونج هيسمعنا النيم بتاعه، اسمهم هو ده صوتهم الطويل، الفاولز اسمها ايه، واتفقنا ان الصوت هنا بتاع ذا فيرست فاول الاولاني ده، فاسمها ايه؟ ولا ايه؟ لا النيم بتاعها ايه، يبقى الساوند هنا بيقول لنا ايه؟ ان. طب يلا مين اللي هي من فيربس اللي هي الافعال الاساسيه الرئيسيه، كلمه رئيسي او اساسي. تمام. مين. يبقى عندي هنا الكلمتين اختلفوا تماما بسبب ايه؟ بسبب الفاولز الموجودين فيهم. عندي هنا لما كان وان فاول كان الساوند عندي شورت فاول فقال لي فكانت مان، انما هنا قال لي ايه فبقت مين. طيب ليه بقى قلتلك نرجع تاني هنا الطريقه دي مش صح؟
او مش صح ابدا بيها او امشي بيها على طول، او الاصح هي الطريقه دي صح لما اقدمها، تمام، بس لازم اربط دي وتكون دي الاصل الاساس بتاعي، تمام، علشان انا لو بدات هنا بالكونسونانت، تمام، هيكون عندي دايما غلطات او هيطبع في ذهن الطفل بتاعي ان هي دي البدايه. اول حاجه قدمتها له قلت له با، دا، تا، فكل ما تقابله كونسونانت بعديها فاول هيعمل كده زي ما انا ما قدمت له في الاول، هيبدا يقول لي ايه با تا ما، السبيلنج بتاعه هيبقى كده، مع ان هي ممكن تجيله بعد كده مش تجيله ايه، تمام، زي ما هنشوف دلوقتي هنا، نشوف كده مع بعض. لو انا علمته ان هو يبدا كده على طول، تمام، وافضل اقول له ايه، اقول له تعالى يبقى تي، احط له بعديها الشورت مثلا اي، واقول له ايه الصوت هنا ت، الصوت هنا ما، طب ما هيجي هنا يعمل لي مان، طب تعالى بقى يعمل سبيلنج بالطريقه اللي اتعود عليها هنا، يقول لي ما ويقف، هيقول لي ما مش هتيجي معاه ما انا عودته ان ايه، ان انا بعمل كده، بعمل ميكس كده من الايه، من الكونسونانت والفاول، وبيقول لي ما، بيقول لي ت، طب ما هنا مش ما، هنا ما لكن هنا مش ما، هنا مي، هنا ت لكن هنا مش ت، هنا تي لونج فاول. عرفنا ليه هي غلط، او الاصح ان انا ابدا بصوت الفاول، السبيلنج بتاعي يبدا من عند الفاول. لو انا بدات السبيلنج بتاعي من عند الفاول وسهل قوي اعمل بعد كده ايه بلينز او ميكس ما اجيب الاولاني، يبقى انا كده علمته بطريقه صح. خلاص، تعالي بقى نشوف امثله هنا زي ما اتفقنا. عندي هنا شورت اي، شورت يعني هيديني ايه الساوند بتاعه، الصوت بتاعه ايه بتاع الايه اه اه اه، تمام، يبقى نعمل سبيلنج بقى اه ان. طب تعالي نجيب الكلمه كلها ت ان تن، وسهل على الولد بقى، مره تجيبيه كده ومره تجيبيه كده، تمام، المهم ان انا ابقى عارفه الطريقه الصح علشان اشتغل بيها. بعد كده تعالى هنا بقى شورت ولا لونج، لا هنا بقى لونج، علشان ايه عندي تو فاولز together هم جايين مع بعض، وممكن يكونوا مش مع بعض، ممكن يكونوا زي كده اللي هي ماجيك اي او سايلنت اي، المهم ان الكلمه بتاعتي او المقطع فيه تو فاولز. طب هنا شورت ولا لونج، طالما تو يبقى لونج، والساوند بتاع مين ذا فيرست فاول. طيب صوتها ايه في اللونج، بتسمعني صوتها ولا اسمها، لا في اللونج بتقولي اسمها اي، يبقى الساوند هنا ان ت تين، يبقى عندي هنا تن تين، خدنا بالنا من الفرق، تن تين، هاتي مرة كده وهاتي مرة كده، المهم يبقى فاهم. طيب نكمل الأمثلة بتاعتنا. عندي كمان هنا شورت اي، الساوند بتاعها ايه بتقول لنا ايه زي الهمزة المرققة مكسورة كده عندنا في العربي، يبقى عندي ان فين. طب هنا بقى لا، ده في تو فاولز، في ايه تو فاولز، حتى لو في فاول كونسونانت ماجيك اي او سايلنت اي، تمام، ايه اللي بيحصل بقى هنا، لا ده لونج فاول. طب والصوت بتاع مين ذا فيرست فاول الاولاني ده، طب صوتها ايه في اللونج ايه ولا اي، لا صوتها هو اسمها اي، يبقى عندي هنا ايه اين. طب يلا نعمل بقى ميكس كده ونجيب الكلمه بتاعتنا اين فاين، يبقى عندي هنا في الشورت ثين لكن في اللونج فاين. سمعنا كده الفرق وفهمنا، تمام. نفس الكلام اوت، الشورت فاول اوت جوت. طيب لونج فاول تو فاولز اهم او يبقى ايه جوت، تمام. طب يلا في الشورت فاول هنا عند اليو الساوند بتاعها همزه مفخمه، تمام كده، كات. طيب في اللونج بقى، اللونج فاول في اليو عندها تو ساوندز، صوتين هنقولهم بعد كده ان شاء الله لما نيجي اللونج يو. الساوند الاولاني هو اليو والساوند التاني تمام. طيب دلوقتي بقى الصوت بتاعها هتقول لنا ايه، هتقول لنا النيم بتاعها عشان اللونج فاول تو فاولز اهم، تمام. النيم بتاعها هتقول لنا يو يبقى يوت كيوت، يبقى عندي هنا كيوت. لحد هنا كلامي كان معاكي كميس عشان يكون عندك فكره انت بتقدمي ايه او ماشيه ازاي، وايه الفونكس بيبدا ازاي، وفكره الفونكس اساسا هي ايه لو انت لسه ما عندكيش خلفيه زي ما اتفقنا. نرجع بقى لموضوعنا تاني. بعد ما قدمنا للولد او الطفل بتاعنا، تمام، قدمنا له بالطريقه دي كده، عرفناه على الساوند بتاعه الفاولز،
تمام بالطريقتين دول، وقلنا ليه الطريقه دي هي الاصح وافضل، بس بنقدم له دي من باب ان انا بسهل عليه بس في البدايه. تمام طيب. بعد كده بقى ايه الستيب اللي بعد كده؟ هنبدا معاه بقى نمسك فاول من الايه، من الفايف فاولز دول بالترتيب، ونبدا نشرحه له الشورت بتاعه. طبعا الاول هنبدا بالشورت لانه اسهل، ونبدا بشورت شورت الطريقه اللي هنمشي بيها والاصح والافضل هي سي في سي وورز. سي في سي وورز يعني كونسونانت فاول كونسونانت، اللي هي الطريقه اللي احنا ماشيين بيها، كونسونانت فاول كونسونانت. تمام، حرف ساكن، حرف متحرك، حرف ساكن. ودي طبعا اسهل طريقه نبدا بيها، لان في بعد كده هتلاقي مثلا سي في سي دبل سي، يعني سي في دبل سي، سي 2 كونسونانت لتر بعد الاي سي كونسونانت حرف ساكن، فاول 2 سواكن، كلمات طويله. تمام، او العكس. فاسهل طريقه بنبدا لا بحرف ساكن، الكلمات اللي هي من 3 حروف، ساكن متحرك ساكن كونسونانت فاول كونسونانت. تمام كده، يلا بينا. في الخطوة دي بتبدأي تقدمي له أو تعرفيه على، بنعمل برضو دمج كده أو ميكس ما بين الفاول مع إيه، مع كونسونانت اللي هو عنده كلمات كتيرة. هتلاقي أشهر حاجة عندك أو أشهر ميكس اللي هو الآت. تمام، ميكس الآت سهل قوي، هتلاقيه هات، مات، كات، رات، فات، كلمات كتيرة جدا على المقطع اللي هو ايه، ات الاي الشورت اي حطيناها جنب كونسونانت حرف ساكن مثلا تي، هتلاقي كلمات جدا على ايه، وبنسميها كده ان هي دي الفاميلي وارز او العيله بتاعه الايه، الات، عيله الام. بنسهل برضو على الطفل، خلاص هو عرف هنا الساوند او الصوت وبعديها تي ات، سهل بقى يعمل ايه، يعمل ميكس كده ويحط الايه الكونسونانت الاولاني ات هات. فانت بكل ده عشان بتسهلي عليه السبيلنج. تمام، لان هو لسه بادئ. طيب عندي مثلا في هنا فاميلي تانية، العيله بتاعت ام. تمام، يلا تعالي هنا نشوف ايه بنعمل ايه. ادينا له هو المقطع بتاعنا او الصوت ام، وبعدين جام مربى، دام سد، بعدين عندي يام اللي هي البطاطا. اوضح لك كمان برضو ايه بقيه الكلمات، معلش ننزل كده. عندي كمان مثلا سام، ولد اسمه سام، رام اللي هو تقريبا كبش، هام اللي هي لحم الخنزير، هام. تمام، والعياذ بالله طبعا. طيب يبقى عرفنا الطريقه اللي هنمشي بيها معاه اللي هي سي في سي وورز، اسهل طريقه وافضل طريقه. ابدا اقدم له مقطع كده زي مثلا ان، في كتير بقى، اعملي بقى سيرش بقى هتلاقي بصي حاجات كتير جدا. تمام، ومش شرط هنا ان هو يعرف المانينج بتاع الايه، بتاع الورده او الفوكاب اللي بتقدميها له الكلمه. الاهم عندي هنا السبيلنج، ان انا بعلمه طريقه الايه، الريدنج الصحيحه. خلاص، عشان هنا لو تدرجنا بقى الموضوع المعنى والكلام دوت بيكون طبعا في معاني غريبه جدا وبعيده وصعبه وكتيره قوي هيقابله. طبعا احنا بندرب على كم كلمات كتير جدا، فما تشقش عليه الموضوع دوت، خلينا نركز في اللي احنا بنعمله عشان نمشي زي ما قلنا بخطوات منظمه بتجيب نتيجه. خلاص، احنا كده كده هنشتغل معاه فوكاب من المنهج بتاعه وهيتاسس وياخد وكل حاجه، بس دلوقتي خلينا نركز على الايه، على الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، ان الولد بتاعنا يتعلم يقرأ صح. طبعا مش وحش لو احنا هو عارف المانج بتاع الكلمه حتى لو بصوره، بس ده لو مش متوفر خلاص وما تتدرجيش ليه زي ما قلت لك، وكل كلمه تديله المعنى بتاعها حتى لو جاست اورال، لا غلط. ما تسحميش دماغه، خليه يركز معاكي عشان تطلعي منه بنتيجه. احنا دلوقتي بنركز على السبيلنج، ازاي نعمل ريدنج بطريقه صحيحه. خلاص كده، ونفهم طبعا القواعد بتاعه الفونكس لان دي حاجه مهمه جدا هتحسن مستواه في الاكسنت وفي الريدنج وفي الرايتنج كمان. هفضل بقى هنا ادربه على شورت ايه. تمام، زي ما اتفقنا مع مقاطع كتيره واصوات كتيره زي ان، هان، مان. تمام كده، حطي بقى اج، باج كمان، يعني حطي بقى هتلاقي زي ما قلنا نعمل سيرش وندرب على ايه، على وردز كتيره، سي في سي وردز، لحد ما خلاص عارف الايه، عارف فكره يعني ايه شورت فاول وان هو وان فاول وفهم الكلام دوت، عشان نبدا ننقل بعد كده على شورت جديد اللي هو اللي بعده بالترتيب طبعا، شورت ايه، شورت اي. واحنا كل ده لسه في السيشن الاولى. لاحظي ان انا بشرح لحضرتك وبشرح للطفل، يعني انا يعني هتلاقي طبعا كل ده لسه طبعا عشان انا بحط القواعد الاساسيه، ازاي تكوني معلمه متميزه لو انت معلمه مبتدئه، علشان نبدا صح مع اولادنا. هدفنا او عنوان القناه ازاي ناسس ولادنا صح، فعشان نبدا صح لازم المس
او التيتشر تكون مستعده لده. مش بقدم لك بس انت دعم، ما هو الخطوات ان نعمله ايه ممكن تكون معروفه، بس اوصلها ازاي؟ انا اكون عندي درايه بايه، ايه الصح اللي هقدمه للطفل بتاعي وامشي معاه ازاي. كل ده طبعا احنا بنقوله بكل التفاصيل زي ما اتفقنا. فعشان كده طبعا الموضوع مش هيكون يخلص في كلمتين او فهماني. تمام كده. طيب دلوقتي خلصنا، احنا برضو لازلنا في السيشن الاولى. فاضل بقى الحاجه الثالثه اللي هنتكلم عليها هي الفوكاب. دي ان شاء الله باذن الله هتكون موضوع الفيديو الجاي، وهنتكلم فيها ونكمل كلامنا برضو على سيشن اللي بعد كده والستبس اللي بعد كده اللي هنبدا بيها مكملين مع بعض ان شاء الله. واسفه لو بطول عليكي، بس للاسف عماله احاول ان انا ارتب الكلام اختصر اكتر من كده يكون قليل، والله مش قادره. يعني مش الفكره ان انا اطول بس وعدد فيديوز وتسمعيها، لا، انا في ناس حتى بتسالني في تفاصيل كمان غير كده. يعني انا عماله اتكلم وارغي في كل حاجه والاقي ناس لسه عندها اسئله في حاجات تانية. فانا بحاول ارد على كل اسئلتك، اقدم لك كل تفصيله حتى لو كانت صغيره، اعيد واكرر ساعات في حاجات مهمه. تمام. فبعتذر طبعا على الاطاله، واتمنى ما اكونش تقيله عليكم. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي، وزي ما اتفقنا بسرعه ونكمل مع بعض الخطوه اللي بعد كده، وانتظروني.